السلام عليكم. أنا طارق. أكيد في كتير منكم سمع صوتي قبل كده وعارف حكايتي. أنا صاحب قصة أو حكاية الترند. أيوه، أنا وابني علي ومراتي آية. وأنا رجعت تاني أتكلم معاكم علشان أنا حابب أبلغكم إن الحمد لله حياتي رجعت تاني بخير، ويمكن أحسن من الأول، وكل ده بفضل من الله وفضل دعواتكم. أفضل قرار أنا خدته وأنا في محنتي إني أتكلم وأقول مشكلتي وأحكي لكم على اللي أنا فيه، علشان صوتي يوصل لكم. والحمد لله صوتي وصل لكم كلكم، وفيكم كتير عرض المساعدة، وفيكم أكتر كان بيدعينا، والحمد لله ربنا استجاب لكم. في يوم من الأيام تليفون رن، اتصل عليا شيخ اسمه الشيخ ياسر، وقال لي اللي هو سمع مشكلتي وعلى استعداد تام إن هو يساعدني أنا وعلي وآية، وسألني لو أنا موافق ولا لأ. وطبعا أنا وافقت على طول، وقلت له حضرتك تشرفنا في أي وقت. الشيخ ياسر قال لي إن هو من قرى من أهل الصعيد، وقال لي اللي هو هيقدر يجيلي تاني يوم، ده لو أنا وافقت طبعا. وطبعا أنا وافقت على طول، وكنت أتمنى اللي هو يجي في نفس اللحظة، واتفق معايا على الميعاد. وفعلا تاني يوم جه، والشيخ ياسر ضرب جرس الباب. جريت على طول وفتحت له. أهلا أهلا يا شيخ ياسر، اتفضل. بصلي وقال لي أستاذ طارق؟ قلت له أيوة أنا طارق، اتفضل. وراح سمى بسم الله وداخل برجله اليمين وبيقول سلام عليكم. وفجأة مجرد ان رجله لمست الارض عندي جوه الشقة صرخ وجسمه كله ارتعش وطلع رجله على طول. انا كنت واقف مش عارف ايه اللي بيحجر، مش عارف ايه اللي حصل، لكن هو في كل ثبات بصلي وابتسم وقال لي انا كده ما غلطتش في العنوان، وطلب مني كرسي. وفعلا جريت على طول جبت له كرسي وطلعته له، وهو قعد قدام باب الشقة، قعد يقرأ قرآن ويقول أذكار ويقرأ قرآن، وكان صوته زي السحر ما شاء الله. وقام وقف وقال لي إن شاء الله أنا دلوقتي ممكن أخش. قلت له اتفضل يا شيخ ياسر. وفعلا بسم الله السلام عليكم، ودخل برجله اليمين. الشيخ ياسر دخل خطوتين، وفجأة الباب اترزع حتة رزعة أنا نفسي اتخضيت. الشيخ ياسر بكل ثبات حتى ما رمش بعينه ولا بص وراه،
وقال لي أنا كنت عارف إن ده هيحصل. قلت له اتفضل اتفضل، ودخلنا جوه في أوضة الصالون، وفعلا قعدنا. دخلت علينا مراتي آية جايبة عصير للشيخ ياسر. قلت لها خش يا آية اتفضلي، الشيخ ياسر. قلت له يا شيخ آية مراتي. لا أهلا وسهلا، أهلا بيك. وطبعا آية مراتي رحبت بالشيخ. الشيخ ياسر بصلي قال لي أنا ممكن أطلب منك طلب؟ قلت له اتفضل. قال لي أنا عايز أشوف علي ابنك. على طول من غير تفكير قلت لآية مراتي ممكن يا آية تندهي لعلي؟ الشيخ ياسر بص وقال لي أنا ممكن أروح لأوضته، أنا كمان عايز أشوف الأوضة. أنا في اللحظة دي سكت. الشيخ ياسر لاحظ سكوتي قال لي دخول العالي الأوضة مهم. أنا بصيت للشيخ ياسر وقلت له يا شيخ ياسر أنا مش عارف أقولك إيه، لكن دخول الأوضة وخروجها ده مش قرارنا، إحنا عايشين هنا ومش عارفين نقرر حياتنا. الشيخ ياسر قال لي طب ممكن تفهمني أكتر؟ قلت له يعني لو علي في الأوضة والباب مقفول عليه إحنا ما نقدرش نخش ولا الباب يتفتح غير أما الباب يتفتح لوحده. والمشكلة دي مش في أوضة علي بس، المشكلة دي في الشقة كلها. إحنا عايشين بمواعيد مش بمواعيدنا، حتى الأكل مش إحنا اللي بنحدد ناكل إمتى، حتى دخول الحمام مش إحنا اللي بنحدده. العروسة دي لو دخلت عندي الأوضة والباب اتقفل أنا ما بقدرش أخش الأوضة، مش عشان أنا خايف أخش، لأ، علشان الباب أصلا ما بيتفتحش. حتى الحمام، حتى المطبخ. العروسة دي أما تكون في مكان ممنوع علينا نخشه، وأنا شخصيا معرفش هي بتروح إزاي ولا بتمشي إزاي، لكن هي فعلا بتغير مكانها في الشقة، المكان اللي هي تحب تروحه بتروحه وتقعد الوقت اللي هي عايزاه. يا شيخ ياسر احنا عايشين في رعب، حتى النوم ما بنعرفش ننام. كل يوم من الساعة 12 بالليل لحد طلوع الفجر النور بيقطع في الشقة كلها، حتى الموبايلات بتفصل، كل حاجة في الشقة ما بتشتغلش، كل حاجة بيفصل عنها الكهرباء إلا التلفزيون، هو الوحيد اللي بيبقى شغال وعلى قناة واحدة بس، قناة أنا أول مرة أشوفها ولا حتى نعرف اسمها، قناة بتبقى شغالة على مشهد واحد بس. جبل، وفي كهف في الجبل ده بيطلع منه صرخات، أصوات مفيش حد يقدر يستحملها، واحنا لازم نسمعها. واكتر من مرة احاول ان اطفي التلفزيون او اوطيه مش ممكن، حتى لو شلت الفيشة من الكهرباء نفسها اللي مش موجودة التلفزيون برضو شغال، غير الهمسات اللي احنا بنسمعها جوه الشقة عندنا.
والأنفاس اللي احنا بنحس بيها حوالينا. احنا عايشين في رعب حقيقي. يا شيخ ياسر، أنا فعلا محتاج المساعدة، فعلا عايز حد على الأقل يعرفني ازاي نعيش حياة طبيعية زي الأول. قطعت كلامي آية مراتي ودخلت وقالت لي: علي جوه في الأوضة والأوضة مفتوحة. قلت للشيخ: الحمد لله، ممكن نخش له، اتفضل يا شيخ. وفعلا قمنا ورحنا على الأوضة. آية مراتي دخلت وأنا وراها، ومجرد ما أنا دخلت الباب اتقفل. أيوة، الباب اتقفل. أنا وآية وعلي في الأوضة والشيخ ياسر برا الأوضة، والنور فصل عن الأوضة خالص، بقت ضلمة كحل، ضلمة كحل، ولا حتى في شعاع نور، بالرغم اللي احنا كنا تقريبا ما بين العصر والمغرب. الشيخ ياسر عمال واقف من برا الباب يقرأ قرآن ويقول أذكار، قرآن وأذكار، وأنا وآية واقفين حتى مش شايفين نفسنا، مش شايفين بعضنا. وفجأة صراخ شديد من برا الأوضة. أيوة، الشيخ ياسر بيصرخ. وفجأة النور رجع، الباب فتح، طلعت أجري على طول أشوف الشيخ ياسر إيه اللي حصل له. لقيته مرمي على الأرض، جريت عليه قومته: يا شيخ ياسر، يا شيخ ياسر، انت كويس؟ انت كويس؟ الحمد لله، الحمد لله. ايوه، انا بخير، الحمد لله. ممكن بس كوباية مية؟ طبعا. آية، بسرعة كوباية مية. وفعلا الشيخ ياسر شرب المية. بعد ما خلص بصلي، وكان بيبصلي بصة حزن أو بصة استعطاف، وقال لي: انت فعلا يا أستاذ طارق في مشكلة كبيرة، وأنا للأسف مش هقدر أساعدك لوحدي. أنا في اللحظة دي كنت في قمة اليأس، لكن هو لحقني وقال لي: أنا لازم أرجع تاني الصعيد، لازم أروح وأجيب الحاجة زهرة، هي الوحيدة اللي هتقدر تساعدني وتساعدك. أنا بصيت له باستغراب وسألته: الحاجة زهرة؟ مين الحاجة زهرة؟ رد عليا الشيخ ياسر وقال لي: الحاجة زهرة دي مراتي، وهي اللي بتساعدني في الحالات الصعبة اللي زي حالتك. أنا هوعدك إن شاء الله اللي أنا النهاردة بالليل هسافر، بكرة بالليل هنسافر، بعد بكرة هكون عندك إن شاء الله، انتظرني. وفعلا بعدها بيوم جرس الباب رن، جريت بسرعة فتحت الباب. هو الشيخ ياسر، وكان معاه واحدة لابسة نقاب، وطبعا أنا فهمت إن هي دي الحاجة زهرة مراته. أهلا يا شيخ ياسر، اتفضلوا. أهلا بيك يا أستاذ طارق، ممكن تسيبنا بس كام دقيقة واقفين على الباب؟ طبعا، براحتكم. وبدأ الشيخ ياسر يقرأ قرآن ويقول أذكار، وكانت
الحاجة زهرة واقفة جنبه، لكن أنا ما سمعتش صوتها. وفضلوا واقفين يعني ممكن دقيقتين أو 3، مش أكتر من كده. وبعد كده قال لي إحنا دلوقتي ممكن نخش. وفعلا بسم الله السلام عليكم، ودخلوا هما الاتنين برجليهم اليمين، وأنا كنت واقف جوه طبعا منتظره أنا ومراتي آية، ورحبنا بيهم. ومراتي آية سلمت على الحاجة زهرة مرات الشيخ ياسر. دخلنا كلنا أوضة الصالون، وطلبت من آية تجيب حاجة ساقعة للشيخ ياسر ومراته، وطبعا هم رفضوا، لكن أنا أصريت. وفعلا آية راحت المطبخ، والشيخ ياسر بدأ يتكلم معايا ويطمني ويحاول يهديني، وقال لي إن شاء الله إن شاء الله كل مشكلة وليها حل، ومهما كبرت المشكلة لكن لازم يكون حل. وجت آية وفعلا شربوا العصير، وبعد كده طلب مني يروح الأوضة تاني عند علي، وطلبت من آية مراتي تروح تشوف علي في الأوضة ولا لأ. وفعلا رجعت وقالت علي جوه في الأوضة، بس في مشكلة، الأوضة مقفولة عليه. في الوقت ده الحاجة زهرة هي اللي اتكلمت، ردت وقالت ولا مشكلة ولا حاجة، احنا هنتوكل على الله. قام وقف الشيخ ياسر ومراته زهرة، وطلبت من آية مراتي توريها فين الأوضة. وفعلا رحنا كلنا وقفنا قدام باب الأوضة. الشيخ ياسر ومراته الحاجة زهرة وقفوا قدام الباب، بدأوا يقرأوا آيات من القرآن الكريم، وكان صوتهم هما الاتنين صوت أكنه من عالم تاني. كان مزيج صوتهم هما الاتنين، كنا أول مرة نسمع فعلا صوت زي السحر. صوتهم في قراية القرآن بيخش القلب على طول، راحة نفسية ما بعدها راحة. بعد كده وقفوا قراءة قرآن، والحاجة زهرة قعدت تتمتم بكلمات أنا مش فاهمها، بحاجات أول مرة أسمعها، لغة مش مفهومة. وبعد كده طلبت إن الباب يتفتح، لكن الباب ما اتفتحش. فجأة الحاجة زهرة اختفت. أيوة اختفت. أنا ما كنتش مصدق عينيا، دي لسه واقفة قدامي ببلاش ليها وجود، أنا مش شايفها. مرات آية صرخت من المنظر، فين الحاجة زهرة؟ فين الحاجة زهرة؟ رد بسرعة الشيخ ياسر ولا اهدي، الحاجة زهرة جوه في الأوضة، الحاجة زهرة جوه مع علي. احنا بقينا واقفين مش فاهمين اللي بيحصل، مش مدركين اللي حصل. اللي احنا بنشوفه ده حقيقة، احنا في حلم. يعني ايه هي دخلت جوه الأوضة وازاي هي جوه؟ الشيخ ياسر بدأ يقرأ قرآن تاني، وفعلا بدأنا نسمع صوت الحاجة زهر خارج من الأوضة اللي فيها علي. فعلا الحاجة زهرة جوه. وفجأة سمعنا صوت علي هو كمان. أيوة، كنا بقالنا كتير كنا مش سامعين صوته، وما كانش بيتكلم وامتنع عن الكلام، لكن دلوقتي هو بيتكلم، سامعينه وهو بيقول أنا بحب ماما، أنا بحب بابا.
أنا بحب ماما، أنا بحب بابا، أنا عايز أبقى معاهم، مش عايز أمشي من هنا. أنا وآية في اللحظة دي حسينا بالفرحة، لكن في نفس الوقت حاسين بخوف، خوف من مجهول إيه اللي هيحصل جوه مع علي. ولكن الباب اتفتح وصوت الحاجة زهرة بيقول: يا ياسر، يا ياسر، اقرأ سورة الصفات، سورة الصفات يا ياسر، زيت الزيتون يا ياسر. وفعلا بسرعة بدأ الشيخ ياسر في قراءة آيات سورة الصفات، وجري بسرعة على الأوضة وطلع من جيبه إزازة الزيت. أنا وآية جرينا بسرعة وراه في الأوضة. دخلنا لقيت علي مرمي في الأرض، الحاجة زهرة قاعدة في الأرض جنبه وهي مربعة وفي إيديها العروسة. ودخل الشيخ ياسر وكان بيقرأ القرآن. قامت بسرعة الحاجة زهرة وخدت إزازة الزيت من الشيخ ياسر وبدأت تنقط نقطة على راس العروسة، وبدأت راس علي تتحرك، ونقطة على إيد العروسة، وبدأت إيد علي تتحرك، وكل نقطة بتنزل على العروسة في مكان النقطة علي بيحرك جسمه لحد ما علي فاق كله. علي قام وقف. الشيخ ياسر في الوقت ده قال لي بسرعة أنا عايز علبة بلاستيك في حجم العروسة. جريت بسرعة آية مراتي لحد المطبخ، جابت العلبة. الشيخ ياسر خد العلبة حط فيها العروسة، دلق عليها الزيت كله لحد ما غطى العروسة كلها. قفل العلبة وبصلي وقال لي: الحمد لله انتم كلكم بخير، الحمد لله على سلامة علي وعلى سلامتكم. فعلا احنا دلوقتي عايشين حياة طبيعية، وحياتنا بقت كمان أحسن من الأول. أنا وآية وعلي مواظبين على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى الأذكار، والحمد لله الفضل يرجع لله وليكم وللشيخ ياسر. لكن قبل ما يمشي الشيخ ياسر أنا كان عندي فضول اللي أنا أسأله عن الحاجة زهرة، عشان اللي احنا شفناه واللي عملته الحاجة زهرة فوق قدرات البشر. رد عليا الشيخ ياسر وقال لي: كله من عند الله، كله نعمة تبقى ربنا أنعم علينا بيها، دي فضل من ربنا. وعلى العموم انت لو عايز تعرف أكتر عن الحاجة زهرة، هي كمان كلمت وحكت حكايتها زي ما انت حكيت كده. هتلاقي حكاية الحاجة زهرة في نفس المكان اللي انت حكيت فيه حكايتك.